اهلا يا جماعة. الفيديو بتاع النهاردة هو الفيديو الثالث اللي بنتكلم فيه عن تكنولوجيات ال Artificial Intelligence والماشين ليرنينج والديب ليرنينج. اتكلمنا في الفيديو الاول واللي كان خاص بالارتفيشال انتليجنت او الاي اي، عن الاي اي، وعرفنا ان هو مصطلح شامل وبيندرج تحته تكنولوجيات فرعية زي الماشين ليرنينج وزي الديب ليرنينج. شفنا في الفيديو بتاع الماشين ليرنينج ان هو بيقدر يمكن الآلة من التعلم من البيانات السابقة والمهيكلة، وان هو بيمكنها من القيام بالمهام البشرية بسرعة اكتر مع قدرة على الاستيعاب والاستنتاج والتوقع، بالاضافة لان هو بيمكنها برضو من التطور المستمر. فالآلة مع الماشين ليرنينج بتقدر تتوقع أرقام وأحوال مستقبلية، وده بيبقى بيتم عن طريق استخراج المزيد من الميزات أو الفيتشر اكستراكشن عن طريق العنصر البشري. يعني احنا في الماشين ليرنينج لازم بنستعمل العنصر البشري علشان نقدر نتعامل مع الالجوريثم بتاعت الماشين ليرنينج، ونقدر نطورها ونديها مزيد من المعلومات ومن السمات. شفنا برضو الحاجات او المصطلحات المرتبطة بالماشين ليرنينج اللي هي زي الالجوريثمز والمودلز والداتا سيت، وعرفنا كل واحدة منهم يعني ايه. عرفنا برضو ان في انواع مختلفة للماشين ليرنينج زي السوبرفايزد والانسوبرفايزد والرينفورسمنت ليرنينج. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الماشين ليرنينج لو حد يرجع له مرة تانية. النهارده هنتكلم عن العنصر الثالث في الارتفيشال انتليجنت واللي هو الديب ليرنينج. هنتكلم عليه، هنشوف هو ايه، هنشوف مقارنه بينه وبين الماشين ليرنينج، ايه الفروقات الاساسيه اللي بينهم، هنشوف ايه الالجوريثم اللي مرتبط بالديب ليرنينج اللي هو اسمه ارتفيشال نيورال نتورك، وهنشوف ايه المكونات بتاعته، هنعرف ايه هي اللايرز بتاعته، ايه هو النيورونز، وايه هي الحاجات مرتبطه بالنيورونز بتاع الديب ليرنينج. دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه هو الديب ليرنينج. ايه هو الديب ليرنينج؟ ده هو يعتبر مجموعه فرعيه من الماشين ليرنينج او التعلم الآلي. بيعتمد على نوع من الالجوريثم بيتسمى النيورال نتورك او الارتفيشال نيورال نتورك. فكرته وتركيبه مستوحاه من فكرة وتركيب الشبكة العصبية الدماغية، وده الالجوريثم ده او الارتفيشال نيورال نتورك ده هو اللي بيدي القدرة الجبارة للديب ليرنينج، واللي بيقدر يمكنه من تنفيذ مهام احنا شايفين طبعا ان هي ممكن كانت تبقى مستحيلة من غيره. الديب ليرنينج بيقدر يتعامل مع مجموعات مختلفة من البيانات، سواء كانت ايمج، تكست، ساوند، او حتى فيديوز. بيقدر يتعرف على الباترنز الموجودة فيها، زي ما احنا شايفين في الصورة دي ان هو فعلا لو انا مدياله اي صورة بيقدر يحدد ايه هي النقط الاساسية او النقط المهمة في الصورة، وبيقدر بعد كده لو اتعرضت له الصورة دي بأي شكل تاني ممكن يبدأ يتعرف عليها. التعليم في الديب ليرنينج بيعتمد ان انا لازم اديله عدد مهول من البيانات، وفي نفس الوقت طبعا لازم يكون عندي النيورال نتورك او الارتفيشال نيورال نتورك علشان تعالج لي البيانات دي. نشوف كده دلوقتي ايه الفرق ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الفرق الاساسي اللي عايزين نركز عليه ان هو العنصر البشري. احنا كنا في الماشين ليرنينج كان بيبقى عندنا هنا داتا، رو داتا، سواء كانت صورة او سواء كانت تكست، كان لازم تمر على العنصر البشري اللي هو الداتا انجينير او الداتا اناليست، اللي هو بيبدأ يعمل لي من الداتا دي، يعمل لي فيتشر اكستراكشن ويديني داتا سيت بالشكل ده. فالداتا سيت هنا العنصر البشري كان لازم بيديني داتا سيت بشكل مهيكل علشان اقدر بعد كده ادخلها على الالجوريثمز وتطلع لي الموديل اللي انا هقدر اتعامل معاه.
وبرده لو انا عايزه اعدل في مرحله التريننج، اعدل في اي حاجه في الداتا بتاعتي، لازم كنت ارجع للعنصر البشري او الداتا انجينير علشان يقدر يعدل لي في الداتا وفي الاستراكشر بتاعها، علشان اقدر ادخلها تاني على الموديل، وعلشان اقدر ادخلها تاني على الالجوريثم ويطلع لي الموديل المعدل اللي انا عايزاه. فكان العنصر البشري في موضوع الماشين ليرنينج ده عنصر اساسي، لانه هو اللي بيقوم لي بعمليه تحويل الرو داتا لاستراكشر داتا. الديب ليرنينج خلتني اقدر استغنى عن العنصر البشري. فالديب ليرنينج بتاخد لي اولا رينج واسع من الداتا، يعني هو ممكن اتعامل مع ايمج، ممكن اتعامل مع اصوات، ممكن اتعامل مع فيديو، ممكن اتعامل مع نصوص. ايا كان نوع الداتا اللي انا بستعملها في الديب ليرنينج، هي بتتحول عن طريق برامج معينه لمجموعه من الزيروز والنواة او مجموعه من الارقام طبقا لنوع الداتا بتاعتي. مش شرط 0 1، لكن هي بتبقى مجموعه من الارقام عندي بتتحول للارقام دي، وبتبدا بعد كده تدخل على الالجوريثم بتاعي في الديب ليرنينج اللي هو النيورال نتورك. طبعا النيورال نتورك ده واضح ان هو حاجه معقده جدا. بيبدا ياخد الداتا بتاعتي اللي هي مجموعه من الارقام، يبدا يقوم عليها بمجموعه من المعالجات، فبيبدا يقوم عليها بمجموعه من المعالجات الرياضيه والاحصائيه لغايه ما يطلع لي المنتج النهائي في الشكل النهائي، ينشئ لي الموديل ويطلع لي المنتج النهائي اللي انا عايزه. فالفرق زائد طبعا ان هو فالفرق الاساسي بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هو الاستغناء عن العنصر البشري تماما. في الديب ليرنينج بنقدر نستغنى تماما عن العنصر البشري، زائد ان هو في الديب ليرنينج بيقدر يتعامل مع مجموعه اوسع من الداتا، سواء كانت فيديو، اوديو، ايمج، نصوص. دي طبعا ما كانتش متوفره في الماشين ليرنينج. لو جينا نتكلم بالتفصيل شويه عن الارتفيشال نيورال نتورك او اللي هو الالجوريثم اللي مرتبط بالديب ليرنينج، هنقول هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سيريز من الالجوريثم. احنا كنا في الماشين ليرنينج بنقول هو الجوريثم، لكن ده عباره عن سيريز من الالجوريثم، مجموعه من الالجوريثم المتتاليه. اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتحاكي الشكل بتاع الدماغ البشريه، وبتقدر من خلال الالجوريثمز دي او النيورال نتورك دي ان هي تقدر تتعرف على السمات او العلاقات ما بين كميات مهوله من البيانات. فزي ما احنا شايفين كده في الصوره، ان احنا بندخل له صوره، هو بيبدا يتعرف على النقاط المهمه في الصوره دي، ومن خلال التعرف على النقاط المهمه دي يقدر لو انا دخلت له صوره لنفس الشخص، صورة تانية لنفس الشخص، يبدأ يقدر يتعرف ان هو فعلا الشخص ده من خلال العلاقات اللي بيقدر يكونها من السمات اللي بيستنتجها من الماشين ليرنينج او نيورال نتورك. النيورال نتورك دي تركيبها زي ما احنا شايفين، في عندنا عبارة عن مجموعة من الطبقات، في عندنا انبوت لاير، في عندنا اوتبوت لاير، وفي عندنا حاجة في النص اللي هي الهيدن لاير، ودي اللي بتقوم بكل العمليات والمعالجات على الداتا بتاعتي. كل مجموعه كل لاير من دول بتتكون من مجموعه من الدوائر اللي احنا شايفينها دي، اللي هي بنسميها نيورونز او النودز او العقد. دي هي بتعتبر الكور الاساسيه او وحده المعالجه الرئيسيه في النيورال نتورك. نشوف الاول مجموعه الطبقات ايه هما ووظيفه كل واحده منهم. هي الانبوت لاير دي هي اللي بتستقبل مني الداتا بتاعتي، الاوتبوت لاير دي هي اللي بتخرج لي الداتا بتاعتي، الهيدن لاير دي هي اللي بتمثل لي الاكسلنسي او التميز بتاع الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج او النيورال نتورك، واللي بيتم فيها كل العمليات الحسابيه والمنطقيه والاحصائيه الخاصه بالشغل بتاعي. لو جينا اتكلمنا عن النيورونز دلوقتي، فاحنا لو جينا شفنا التركيبه بتاعت الشبكه بتاعت النيورال نتورك، هنلاقي ان احنا عندنا الدوائر دي هي اللي بتمثل النيورونز او النودز. فاحنا عندنا في كل طبقه من الطبقات دي مجموعه من النيورونز زي ما احنا شايفين. النيورونز دي كل نيورونز من كل طبقه مرتبط بالنيورونز بتوع الطبقات اللي بعده عن طريق الخطوط اللي احنا شايفينها دي او اللي بنسميها تشانلز او قنوات.
كل نيورونز ليه 3 خصائص معينه، 3 خصائص مرتبطين بيه. حاجه اسمها الويت، حاجه اسمها البايز، وحاجه اسمها الاكتيفيشن فانكشن. لو انا دلوقتي جيت الويت ده دايما بيبقى مرتبط بالتشانل، يعني احنا بنقول ان هو كل نود مرتبط بيها تشانل بتوصلها بالنود بتاع اللاير اللي بعدها. فالويت ده بيبقى مرتبط بالتشانل اللي موجوده في اللي بيوصل ما بين كل نود ونود. فهو الويت ده عندي كل نود بيخرج منها مجموعه من التشانلز، كل تشانل من دول ليه ويت معين. الويت ده نيوميريكال فاليو، الشبكه هي اللي بتجنريته او بتصدره في الاول، وده بيكون بشكل عشوائي في الاول، وبعد كده مع التعلم الويت ده بيبدا يتغير طبقا للاتجاه بتاع الداتا او الاتجاه بتاع الاوتبوت اللي انا عايزاه. بالنسبه للبايس اللي هو الاوبشن الثاني او البروبرتيز الثانيه في النيورون، ده ما بيبقاش مرتبط احنا شفنا الويت ده بيبقى خاص بكل نود، كل نود او بينشئ لي بيبقى ليه مجموعه من الويتس. البايس ده بيبقى مرتبط باللاير، كل لاير ليها بايس واحد. برضو البايس ده بيبقى في الاول راندومايز، الشبكه بتعمل له جنريشن راندومايز، وهو بيبقى اوبشن تعليمي، بحيث ان هو والويت طول ما احنا في خلال اللوب بتاع التريننج بيتغيروا علشان يوصلوا لنا الشكل النهائي، المنتج النهائي للشكل اللي احنا عايزينه. البايس والويت تأثيرهم بيختلف على الشبكة بتاعتنا او على المنتج بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي. لو اتكلمنا بالتفصيل عنهم، فلو جينا اتكلم دلوقتي عن الويت. الويت قبل ما نتكلم عنه احنا عايزين نتفق على حاجة، عايزين نتفق ان اي صورة او اي داتا بتدخل عندي في النيورال نتورك بتاعتي لازم تكون متحولة الاول لمجموعة من الارقام. عن طريق برامج معينة الداتا بتاعتي بتتحول لمجموعة من الارقام، كل رقم بيمثل نقطة في الداتا بتاعتي. فانا لو انا دلوقتي عندي الداتا هنا او الصور دي هنا بتتحول لمجموعه من الارقام بالشكل ده. فالانبوت دول، فالاكس 1 والاكس 2 والاكس 2 دول اللي هم الانبوت بيبقوا دلوقتي بيحتووا على مجموعه من الارقام بتمثل الداتا بتاعتي. الويت ده بيعمل ايه؟ ان هو بيدي نوع من الاهميه او لكل نقطه من دول، فهو دلوقتي او لكل رقم من دول. فهو لو الويت ده رقم كبير، لو انا دلوقتي عندي x1 ده انبوت، الويت 1 ده مرتبط بالاكس 1، فلو انا اديت للويت 1 الw1 ده رقم كبير، فانا كده بدي اهميه للنقطه اللي هي x1. لو انا اديت مثلا ويت قليل، فانا بدي اهميه قليله للنقطه اللي هي اسمها x1. طبعا وده بيأثر لي على النتيجه. فلو هي النقطه دي اديتها اهميه كبيره فهي هتظهر لي في الاوتبوت، لو اديتها اهميه قليله فهي مش هتظهر في الاوتبوت. فده تأثير الويت عندي، ان هو بيدي اهميه لكل نقطه من النقط بتوع الانبوت بتاعي، سواء كانت اهميه كبيره او اهميه صغيره. وده بيأثر لي اذا كانت النقطه دي هتستمر معايا لغايه ما تظهر في الاوتبوت او هتختفي ومش هتظهر في الاوتبوت بتاعي. طبعا انا في اثناء عمليه التدريب الويت ده بيبدا يختلف. يعني انا دلوقتي اديت للنقطه x1 دي اهميه كبيره، وبعدين لما جيت شفت لقيت الاوتبوت لقيت لا، النقطه دي ما تحتاجش اهميه كبيره. فهو بيبدا، مش انا اللي بعمل بقى، هو بيبدا يقارن الصوره اللي طلعت لي في الاوتبوت بالصوره بتاعه الانبوت بتاعه، فبيلاقي ان الويت ده مش مناسب للصوره دي للاوتبوت ده، فيبدا يغير القيمه بتاعه الويت، ان هو يديها قيمه اهم او قيمه اقل علشان تقدر تظبط شكل الاوتبوت بتاعها. فدي فكره عمل الويت وارتباطه بالنودز او القيم بتاعه الانبوت بتاعتي. لو جينا شفنا البايس ده هو رقم ثابت برضو الشبكه بتنشئه راندملي في الاول، وبعد كده انا مع التعلم برضو مع اللوب بتاع التدريب بيبدأ يتغير علشان يحدد لي الشكل بتاعي.
البايس ده هو بيبقى خاص لكل لاير. يعني انا دلوقتي الويت ده بيكون مع كل نود، لكن البايس ده بيكون مع كل لاير. وبيعبر عن ايه البايس ده؟ بيعبر عن ايه؟ عن الفرق ما بين الفانكشن الصوره الداخله او الداتا اللي داخله والداتا اللي خارجه. فكل ما كان البايس كبير كل ما كان الفرق كبير، والعكس. في عندي بقى قيمة مهمة مرتبطة بالبايس اللي هي دايما بستعملها، اللي هي الثريشولد. الثريشولد دي هي النيجاتيف فاليو بتاعت البايس. فلو انا عندي البايس ب5 يبقى الثريشولد ب-5. ودي اللي بتحدد لي عن بتقدر تحدد لي عملية ان اليونت او النود دي هتبقى فايرنج او اكتيفيتد او نوت اكتيفيتد، يعني هتكمل معايا او مش هتكمل معايا. فاللي بيقدر يحدد لي عمليه الاكتيفيشن او النوت اكتيفيشن ده زي ما هنشوف دلوقتي هو الثريشولد، واللي هنشوف ازاي العمليه دي بتتم في الجزء بتاع الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن دي فانكشن موجوده في كل نود اهو. دي عباره عن نود من النودز دي بتبقى فيها حاجه اسمها فانكشن اسمها الاكتيفيشن فانكشن. بتعمل ايه؟ دي بتجمع لي، بتضرب الاول كل انبوت، كل رقم من موجود في الانبوت بالويت بتاعه، وبعد كده تجمع كل الارقام دي مع بعض، تعمل لهم سميشن وتدخلهم في وبعد ما تعمل لهم سميشن بتعمل لهم مقارنه بالثريشولد فاليو. احنا فاكرين ان الثريشولد فاليو هي نيجاتيف البايس، فهي بعد ما بتجمع لي كل الانبوت دول بتقارنهم لي بالثريشولد. فلو انا عندي دلوقتي، لو انا كنت حاطه البايس مثلا، لو انا جيت في الاكزامبل اللي تحت ده انا قلت له البايس 5، وبعد كده جيت جمعت النقط ال W1 و X1 زائد ال W2 و X2 زائد كل الدبليوهات والاكس، وقارنتهم بالثريشولد زي ما انا كاتبه هنا. فهقارنهم بالماينس 5 عشان هو بتقول الثريشولد هو نيجاتيف من البايس، فهقارنهم بالماينس 5. علشان ابسط الايكويشن هنخلي الماينس 5 دي تيجي الناحيه الثانيه، فهتبقى ناقص 5 اكبر من 0. فهتبقى السميشن ده بلس البايس. احنا قلنا ماينس 5 دي اللي هي ماينس 5 دي اللي هي تبقى بلس 5، يعني هي بلس يعني هي البايس. فانا دلوقتي بقى عندي المعادله بتاعتي اللي بقدر احدد بيها، بجمع المالتيبليكيشن بتاع الويت في الانبوت، وبعد كده بجمع عليه البايس وبقارنه بزيرو. لو هو اكبر من زيرو بيبقى الاكتيفيشن، بيبقى السيل دي او النود دي اكتيفيتد. لو هي اقل من زيرو بتبقى مش اكتيفيتد. وبكمل بقى شغل على النودز دي، على كل النودز بالمنظر ده في كل الشبكه بتاعتي لغايه ما بوصل للاوتبوت. لقيت الاوتبوت مناسب اوكي، مش مناسب طبعا بيتعمل تاني نوع من اللوبينج، وببدا اغير في قيم الدبليو وقيم البي، واقدر والفانكشن تشتغل وتحدد لي مين اكتيفيتد ومين اكتيفيتد لغايه ما اوصل للقيمه المناسبه. كده احنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتكلمنا فيه عن اخدنا فيه فكره عامه عن الديب ليرنينج والالجوريثم المرتبط بيه اللي هو النيورال نتورك او الارتفيشال نيورال نتورك، وشفنا الحاجات المرتبطه بيها زي الويت والبايس والاكتيفيشن فانكشن، وشفنا اهميتهم. هنشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله مثال هنطبق فيه كل الحاجات اللي احنا عرفناها دي، ونشوف ازاي ممكن الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا نقدر نعمل بريدكشن او استنتاج للشكل اللي داخل. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. لو انت معانا دلوقتي ولو الفيديو عجبك، يا ريت ما تنساش تسجل اعجابك بالضغط على زرار اللايك او بترك رساله. ولو انت جديد معانا ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب للاشتراك في القناه. لما تشترك في القناه هيصلك فيديو او اكثر اسبوعيا من نوعيه الفيديوهات. اخيرا شكرا على المشاهده والدعم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.